المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مواطن مصر. النهاردة معانا حلقة خاصة ومنوعة، هيكون فيها تقارير من محافظات هنناقش فيها مشاكلكم اللي بتعانوا منها. كمان أحب أفكركم بفقرة مستشارك القانوني اللي هيكون فيها معاكم المستشار أحمد حسونة، هيتكلم فيها معاكم عن قانون الإيجار القديم ومدى تداعيه على الشعب المصري ورد الفعل للمواطن المصري. معانا في أول حلقتنا النهاردة تقرير من محافظة الشرقية من قرية التلين التابعة لمركز ومدينة منيا القمح. مشكلة محمد عبد اللطيف. المواطن محمد عبد اللطيف بيعاني من مبلغ ضرائب فرض عليه أكثر من المشروع بتاعه أو المزرعة التابعة له. تم مخاطبة وكيل وزارة الضرائب بمحافظة الشرقية ورد فعل المسؤول، وتم تحديد لجنة لتقييم هذا المشروع بالفعل إن كان مساحته 5 فدادين أو أكثر أو أقل. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. معاكم أول تقرير من محافظة الشرقية للزميلة سمر حمدي. نروح نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. برنامج مواطن مصري سترصد لكم معاناة أهالي قرية التلين بمحافظة الشرقية. تعرف بحضرتك؟ محمد عبد اللطيف المكاوي. إيه مشكلة حضرتك هنا؟ مشكلتي يا فندم إن أنا صاحب مزرعة دواجن قائمة من سنة 82 مرخصة. مساحة الترخيص 524 متر في 3 عنابر تعمل 1575 متر. السادة المحترمين اللجنة اللي نزلت قائمة المبنى، وهو للأسف ما نزلتش لجنة وقيموا المبنى وهو في المكاتب، أعضاء الضرائب العقارية قيموا لي المبنى وزودوا علي 4500 متر. حاولت إن أنا أشتكي، حاولت إن أنا أروح للمسؤولين، لا حياة لمن ينادي، وما وصلتش حضرتك لأي حاجة. ناشدت مين من المسؤولين؟ أنا اشتكيت للسيد وكيل الوزارة في مأمورية الضرائب العقارية بمنيا القمح، مأمور الضرائب المختص عن التلين، وطبعا دون حضرتك من 2013 ومفيش أي استجابة. والربط عليا دلوقتي أصبح حوالي 71,000 جنيه على القيمة الزيادة، مش المربوطة عليا، على القيمة الزيادة اللي هي زودوها فعليا وهم قاعدين في مكاتب. طب حضرتك بتوجه رسالة لمين؟ المفروض إن احنا نكلم السيد الوزير، إنما للأسف احنا هنكلم وكيل الوزارة لأنه ما استجابش لشكاوينا ولا بعت لنا لجنة إنها تشوف أي حاجة، رغم إن أنا رحت لحضرته 10 مرات ورفض إنه يقابلني. فاحنا بنكلم السيد وكيل الوزاره ان يشكل لجنه وتنزل تشوف المبنى على الطبيعه وتشوف الزياده اللي زودوها عليه. ماشي، بشكر حضرتك. بعرف بحضرتك؟ عادل محمد شعيب متكلم مركز منيا القمح الشرقيه. ايه مشكله حضرتك هنا؟ المشكله مشكله البلد تما، مش مشكلتي انا لوحدي. بالنسبه لارتفاع الاسعار والناس الغلابه، واخده بال حضرتك، ودي ناس بالك قريه ارياف وناس عايشه على قدها فيها. احنا مش بشتكي عن نفسي او عن حاله ليا، انا بشتكي باسم البلد كلها. ليه فيها ناس غلابه والناس على قد حالها ودخل محدود ومفيش مساعده ولا في مقابل اكتر من كده، فالناس يعني كان الله في العون. طب حضرتك عندك مشكله معينه بتحب تناشدها؟ لا انا بالنسبه لي يعني الحمد لله الفضل ربنا مفيش اي مشاكل بالنسبه لي. يعني المشكله مشكله البلد تما، مش مشكلتي انا لوحدي، مش اكتر من كده ولا اقل من كده. حضرتك بتناشد مين من المسؤولين؟ استاذ علاء صالح مفتش ضرائب عقاريه، استاذ سمير محمد عزام مأمور ضرائب العقاريه عن قريه التلين، والاستاذ عبد النبي عنان رئيس المكتب ضرائب عقاريه بالتلين. الدنيا غليت، شو الخيار طول السنه ب 6 جنيه وب 7 جنيه، شو الباميه ب 10 جنيه، والله بكلمك جد ايام طين. الجته السنه دي ب 4 جنيه وب 5 جنيه، وايام الفلاح يروح فين؟ السباخ ب 120 جنيه، هيروح فين ويجي مننا نصيبه؟ بالنسبه لغلو الاسعار والفلاح الغلبان دون اللي شكرت السباخ النهارده بقت ب 150 جنيه، الفدان ايجاره 5-6 آلاف جنيه في السنه، الراجل الفلاح اللي دخله محدود على قده ده هيجيب منين ولا يعمل؟ فين الرقابه على السلع؟ فين الكلام دون؟ فين الناس المسؤولين؟
فين الناس اللي تبص للناس الغلابه؟ الفلاح الغلبان ده هيعمل ايه؟ هيجيب منين؟ راجل النهارده يعني مكافح عنده 3 4 عيال، مش هنقول 5 6. كان معكم سمر حمدي، برنامج مواطن مصري. ورجعنا لكم وشفنا المعاناة اللي بيعاني منها أهالي قرية التلين التابعة لمحافظة الشرقية، وبالفعل تم مخاطبة المسؤول وكيل وزارة الضرائب بالشرقية للتدخل لحل هذه المشكلة. تم الاتصال والتواصل من فريق عمل برنامج مواطن مصري بالأستاذ علاء صالح مفتش ضرائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، ولم يتم الرد على هذا الموضوع. احنا من خلال برنامجنا مواطن مصري بنوجه رسالة للسيد وكيل وزارة الضرائب بمحافظة الشرقية للتدخل لحل هذه المشكلة. لازم يكون في رد فعل من المسؤول، لازم يكون في لجنة تقييم لهذا المشروع. الموضوع كبير ومحتاج تقييم من وزارة الضرائب، والموضوع والمشكلة والشكوى في مكتب وزير الضرائب. معانا على الهاتف الحاج محمد طنطاوي من محافظة الدقهلية. أهلا بيك يا عم محمد. ازيك يا باشا؟ أهلا بيك. إيه المشكلة يا عم محمد؟ بتشتكي من إيه؟ المشكلة يا سعادة الباشا البيئة بتعمل محاضر للناس ونش ما بتشالش نش. يعني ما ينفعش كده، والحلق والدنيا غالية، بنروح نجيب شكارة الكيماوي بتاع الجمعية ب 200 جنيه. والجمعيه بتبيع للكيماوي بره السوق. اتحرك بالتليفون شويه عشان الصوت بس يطلع كويس يا عم محمد. ايوه يا حاج، ايوه يا حاج، معاك يا استاذ احمد. يعني مشكله قش الرز عندكم قائمه الى الان، السحابه السوداء وعامله سحابه كتيره في قلب الاراضي وقلب البيوت. طيب ومحافظ الدقهليه ايه رد فعله على هذا الموضوع؟ ولا برد ولا بقول اي حاجه، ولا مسؤول وزاره البيئه ولا حد سائل. حتى واحد اسمه رضا طنطاوي ضربك في من شبرا، عامل بتاع مشروع عش هناك. طيب وسايبينه ياكل في نفس عينه ولا اي حاجه. هيعمل ايه الراجل؟ طيب كده رسالتك وصلت يا عم محمد. رسالتك وصلت. بنشكرك يا عم محمد. شكرا يا عم. خلاص يا باشا. شكرا. زي ما شفنا ده احد المواطنين من محافظه الدقهليه بيشتكي بسبب موضوع السحابه السوداء وقش الرز. يا ريت السيد وزير البيئه يبعت لجنه تقيم هذا الموضوع او يكون في بحث سريع لهذه المشكله. كمان السيد محافظ الدقهليه والمسؤول عن المحافظه لازم يكون في رد فعل على هذا الموضوع. دي مشكله سحابه سوداء بتؤثر على البيئه بوجه عام، لازم يكون في تدخل من المسؤولين. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا ضيف حلقتنا النهارده الأستاذ سامي عزب محمد، مدير عام شركة المياه سابقا. بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. مياه القاهره. اهلا وسهلا. استاذ سامي، ايه المشروع اللي حضرتك عايز تقدمه للدوله بوجه عام ويخدم المواطن المصري بشكل عام، او ده خدمه للدوله بالفعل؟ اتفضل يا فندم. الاول بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع اللي انا قدمته لشركه مياه القاهره للشركه القابضه لعرضه على جميع الشركات بيتكون من 3 نظم لازم تتوضع الاول علشان المشروع ده يتطبق. تمام. النظام الاول ان انا لازم اعمل شبكه وان. شبكه وان دي يعني توصيل الشركه بحالها جميع الفروع بالكمبيوترات عن بعد. جميل. لان في نظامين في الكمبيوتر، في شبكه اللان اللي احنا بنستخدمها في منازلنا، انما شبكه الوان اللي هي مسافات بعيده بوصل عن طريقها، دي شبكه نت داخليه، يعني مش هتبقى نت مفتوح زي الشركه الدوليه كده او شبكه متوسعه شويه. شبكه بس على مستوى ضيق، يعني مستوى مغلق. تمام. فالنظام دوت هيخليني اقدر اتابع الموظف من اول ما يحضر الصبح لغايه ما يمشي. ازاي؟ في جميع الشركات المشروع ده ينفع يتطبق على جميع المؤسسات في مصر، مش شركه المياه بس. جميل. لكن انا مقدمه بالذات للشركه بتاعتي اللي انا كنت شغال فيها بحكم عملك في المجال. بحكم عملي 39 سنه في الشركه، فكان عصاره خبرتي ان انا كتبت المشروع عباره عن ان انا هدخل شبكه وان تلم لي جميع الفروع في جهاز كمبيوتر في الاداره الرئيسيه
متصل بيهم جميع الكمبيوترات في جميع المكاتب في الشركه، ودي حاجه سهله جدا. كمبيوترات متوفره، كل مكتب فيه كمبيوتر. كل اللي هيحصل جديد ان انا هوصل الكمبيوترات دي بشبكه وان وجهاز بصمه. هلغي اداره الاجازات واداره التوقيع، هتبقى اسمها اداره البصمه والاجازات. الموظف هيجي هيبصم اللي هو نظام التوقيع بالبصمه، هيتكتب اسمه على الكمبيوتر، هيطلع اسمه زي الموبايل لما بنبعت رساله، هيطلع اسمه لادارته فوق، فمش هيقدر يروح لان المدير اللي قاعد في المكتب هيبقى شايف اسمه. جه الساعه 9 بقى من بره، ما جاش خالص، مضى ومشي وهيجي اخر النهار، الكلام ده هيبقى عند المدير بتاعه فوق في مكتبه، هيقدر يتخذ معاه قرار على الكمبيوتر. من مميزات المشروع ده ان بيلغي الورق، مفيش حاجه اسمها ورق. تمام. كله هيبقى السيستم بتاعه على الكمبيوتر، يعني مفيش كشوف حضور وانصراف في الفعل، الكلام ده كله على الكمبيوتر. جهاز بصمه اسمه يتكتب، هيطلع على الكمبيوتر. تمام. عند المدير الاسم بتاعه ينزل لاداره البصمه والاجازات ان الراجل ده حضر النهارده، وده بيزود نسبه كفاءه العماله بالشركه ويظبطها ظبط وربط. تمام. والخروج باذن، مفيش بقى خروج باذن. خروج عن طريق كمبيوتر برضه، لان جميل. كل مكتب زي ما قلت في الاول عنده كمبيوتر متصل بكمبيوتر الاداره اللي اسمها البصمه والاجازات. الكمبيوتر ده لو موظف عايز يمشي اثناء يوم العمل بيكتب المدير اسمه على الكمبيوتر، بينزل اسمه على من خلال الشبكه، الاجازات من خلال شبكه الوان دي. تمام. بيتعرف ان الموظف ده مشي النهارده الساعه 9 ما مشيش. طب في نظام مأموريات برضه بيتكتب اسمه على الجهه اللي هو رايحها فيها كمبيوتر، زي ما احنا اتفقنا ان في شبكه وان ماسكه جميع الفروع، فاسمه اوتوماتيك زي برضه نظام الموبايل لما ابعت رساله، مجرد ما اسمه ده برنامج سهل مش حاجه غاليه، برنامج سهل جدا، بيكتب اسمه بالمكان اللي هو رايح فيه مأموريه الموظف، اسمه بيروح في ثانيه. فالمفروض الموظف ده يروح بعد ساعه المكان ده، فبيبقى اسمه عند الناس الموقع اللي هو رايح له اللي هي نظام المأمورية. ما راحش موظف، ما راحش، روح، بيتخصم له من خلال الشبكة، بيجي الاسم بتاعه ببياناته ان الراجل ده ما راحش عمل بصمة على الجهاز اللي هناك اللي هو رايح مأمورية. وبالتالي بيرجع بنعرف ان الراجل ده يعني اللغة اللي احنا بنتبعها زوغ. جميل. مشي ما راحش شغله كده احنا هنزعل الموظفين مننا. ما يزعلوا، احنا عايزين ضبط وربط، عايزين بلد تتظبط. تمام. احنا النهارده انا عندي في شركه الميه، مش عندي يعني، موجود في شركه ميه القاهره مثلا على سبيل المثال حوالي بتاع 20,000 موظف وموظفه وعامل شغالين بكفاءه. ما انا ما اقدرش احكم الكفاءه بقى. انا يهمني دلوقتي اظبط حضورهم وانصرافهم وممشيهم، مش من خلال كشوفات حضور وانصراف، من خلال الشبكه. المشروع ده ملوش دعوه بالورق نهائي. الورق ده عفى عليه الزمن، ان واحد يجي يمضي وانا عارف الراجل اللي ماسك الدفاتر ممكن يفوت لي الامضه، ممكن ما اجيش، فده متابعه، مش هنضحك على بعض. ده المفروض يطبق على جميع المؤسسات في الدوله. المفروض ده نظام اللي هو نظام بصمه وكمبيوترات، اداره بصمه واجازات، دي هتريح كل الناس. عندنا مثلا واحد رايح المستشفى، معظم موظفات الصبح الساعه 8 بياخد تصريح مستشفى، تمام، ممكن ما يروحش. الكمبيوتر بتاع المستشفى لو ما راحتش موظفه او موظف عمل هناك حضر بتوقيعه بالبصمه، بيجيبه من خلال الشبكه، الاسم بتاعه هيرجع انه ما راحش للاداره بتاعته. ان ما راحش المكان ده. يعني المشروع ده انا مقدمه للمهندس ممدوح رصاد رئيس شركه حضرتك عايز تطبقه بالفعل على شركه المياه. انا كنت مقدمه لشركه الميه بالذات، لجميع شركات الميه على مستوى الجمهوريه، وده جميل جدا. بصيت لقيت المشروع راح لمجموعه الباشمهندس ممدوح رصاد رئيس الشركه القابضه، مع تقديري واحترامي الشديد ليه، راجل محترم جدا. طبعا هو دوره انه يحوله للناس اللي المفروض تدرسه. الناس دي حولوه لشركه القاهره، انا بعته للهيد اللي ماسك شركه القاهره والقليوبيه لجميع الشركات. فوجئت ان هو اتحول لشركه القاهره. طبعا شركه القاهره ما اعرفش قروه ولا ما قروهوش. وبعديها بشهرين ما وصلش بالفعل لرئيس الشركه القابضه لمياه القاهره. لا، الشركه القابضه اللي ماسكه جميع شركات وصل مصر من خلال مكتبه، لكن ما دخلوش على مكتبه بالفعل. دخل ليه وحوله هو لناس تحت ايده اللي حولوه لشركه القاهره. هم ما درسوش، هم في
مدير اسمه الاستاذ علي النجار قال لي انت عمال تتصل احنا مش فاضيين. قلت له انت وديت شركه القاهره، انا مديكوا انتوا الرؤساء بتوع القاهره والجيزه جميع مصر. يعني حضرتك مش شايف استجابه مفيش خالص لهذا المشروع من خلال مفيش؟ ده هيوفر ملايين الجنيه، هيوفر ورق وحبر وطباعه ودفاتر هتتحفظ ليها اماكن ودواليب، كل ده هيتلغي، هيبقى سيستم على الكمبيوتر. انا بتابع الموظف، بتابعه بالتكنولوجيا. ايوه سواء بقى اتطبق المشروع ده النهارده هيتطبق بكره. فاحنا دلوقتي الجو اللي احنا فيه لازم، لان مصر زي ما الظروف اللي احنا بنمر بيها لازم يتطبق. مش انا بقول لازم بعافيه، هي لا، يعني الوقت لخدمه المواطن، لخدمه المواطن كله، وهنوفر ملايين الجنيهات للشركات لو طبق في الجيش كمان لميزانيه الدوله. ايوه كل ده هيرجع لميزانيه الدوله. ده المشروع الاولاني، مشروع الشؤون الاداريه، ده تطبيق النظام الحضور والانصراف على الموظف من اول ما يجي الصبح لغايه ما يروح، ونظام خلال نظام العمل هيروح فين خلال اليوم. ده هبقى متابعه على الكمبيوتر وانا قاعد، يعني المدير هيبقى جنبيه اللابتوب او الكمبيوتر في جميع مكاتب الشركه، عشان ما يقوليش انا اشتري كمبيوترات. جميع مكاتب الشركه في جمهوريه مصر العربيه كل مكتب فيه كمبيوتر واثنين. طيب قبل ما ننتقل للجزئيه الثانيه للمشروع الثاني، حضرتك شايف ايه من خلال الورق او الطلب المقدم لهذا المشروع لرئيس الشركه القابضه؟ رئيس الشركه القابضه لا هو عمل اللي عليه بالنسبه انه حوله، انا هعتبر الراجل ده مش فاضي خالص. طيب كده جميل، نكمل المشروع الثاني عشان وقت البرنامج. ماشي يا حاضر. المشروع الثاني خد نفس الحكايه واختفى لغايه ما انا قاعد دلوقتي. مشروع تطوير اداره السيارات. اداره السيارات دي عباره عن قسمين، قسم مسؤول عن حاجه اسمها اوامر التشغيل اللي السيارات بتمشي بيها، وقسم تاني مسؤول عن التراخيص. اكثر من 10 مليون سياره حضرتك، او اكثر، بيوفر اكثر من 10 مليون جنيه في السنه في شركه واحده، شركة القاهرة مثلا. شوف بقى عندنا 28 شركة، على كل محافظة ليها شركة باسمها، شركة القاهرة، شركة القليوبية، شركة الشرقية، شركة المنوفية، شركة اسكندرية، شركة جميع شركات مصر. أنا مطبق نظام لإدارة السيارات برضه بشبكة الوان، إن أنا أربط الشركات دي بالإدارة بتاعتها في كل شركة، كل شركة لوحدها بتعمل لي يعني شركة القاهرة في إدارة السيارات، شبكة الوان دي هترتبط عن طريق الكمبيوترات بإدارة السيارات دي. هتبقى جميع الشغل بتاعها هيبقى على الكمبيوتر، وانا شارح الكلام ده في الورق للمهندس ممدوح رسلان رئيس شركه القابضه. تمام. اللي محدش قراه خالص. يعني الورق موجود بالفعل على مكتب المهندس ممدوح رسلان، وعملت له رئيس الشركه القابضه. رئيس الشركه القابضه. جميل. وبعت له رسائل مذكرات ان ما حدش بيقرا، كاتب له كده. قلت له ما حدش قرا حاجه ولم يتم التواصل، ومفيش ولا بعتوا لي ولا انا اللي بقيت اجري عايز اعرف المشروع بتاعي راح فين. بقيت اجري اتصل بالناس لغايه ما وصلت ان هو مع مش فاكر اسمهم ايه، رحت قعدت معاهم، مفيش لا محضر اجتماع ولا مناقشه فيها جديه. يعني انا متحمس جدا ان انا اخدم، انا طلعت معاش، انا قبلها بشهرين مقدم المشروع، المفروض انا طالع معاش وكاتب للمهندس ممدوح، قلت له انا خارج، انا بعمل للي بعدي، عايز تخدم بلدك بس ما عنديش اي غرض اخر. فوجئت بيه برضه مشروع السيارات، وده مشروع مهم جدا لان انا ندخل البنك يقوم بتكلفه دفع التراخيص بتاع سيارات الشركه عن طريق البنوك، ودي حاجه سهله جدا زي نظام توزيع المرتب عن طريق البنوك. البنك مش هيغلب اما ياخد ارقام العربيات اللي عندنا، وعن طريق اداره المرور يعرف اللي عليها مخالفات وتراخيص هو اللي يدفعها من حساب الشركه لحساب اداره المرور من جوه البنك. لان انا النهارده باخد العربيات وبعمل مليون جنيه سلفه سيارات ومصاريف نسائيه على كل سياره 150 جنيه. البنك متهيألي لو يعني على ما انا متذكر بياخد 10 جنيه رسوم على السياره. طيب قبل ما نختم حلقتنا النهارده بنشكر الاستاذ. انا عايز اقول حاجه. اتفضل يا فندم. دلوقتي المشاريع اللي انا مقدمها دي فين؟ المشروعين دول فين يا باشمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه؟ وجه له رساله من خلال برنامج انا بوجه رساله. انا راجل طلعت معاش شهر 8، قدمت لك مذكره قلت لك اديني 3 شباب معاهم بكالوريوس حاسب آلي والمذكره دي عندك، وانا اعمل لك المشروع ده واعمل لك دراسه واجيب لك اسعارها، ولا حد رد عليا ولا حد اتصل بيا، ولا انا بقيت طالع عيني عشان اتكلم مع السكرتيرات اللي هم في مكاتبكم، ولا حد فضيلي ولا عادي خالص. المشروعين دول يتطبقوا حضرتك عندك، سواء اتطبقوا النهارده هيتطبقوا بكره عشان نواكب التقدم بتاع الدول وبتاعنا احنا في مصر.
وجميع مؤسسات الدوله ممكن تطبق المشروعين مش شركات الميه بس. وشكرا. طيب كده الرسالة وصلت، وبنوجه رسالة من خلال برنامجنا مواطن مصري للسيد الأستاذ المهندس ممدوح رسلان مدير الشركة أو رئيس الشركة القابضة لمياه القاهرة. مش القاهرة، مدير شركات مصر. شركات مصر للتدخل والاستجابة لمشروع الأستاذ سامي عزب محمد. في نهاية لقائنا بنشكر حضرتك يا أستاذ سامي، نورتنا في برنامج مواطن مصري. شكرا لحضرتك. ألف شكر. قبل ما نختم لقائنا بننوع عن فقرة المستشار القانوني اللي هيكون فيها معاكم المستشار أحمد حسونة، وكمان فقرة الشاعر حسام المتعب. شكرا وإلى اللقاء. سيادة المواطن ابن مصر يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، يسعدني اليوم أن ألتقي بحضراتكم بحلقة جديدة من حلقات مستشارك القانوني في برنامج مواطن مصري. فأهلا وسهلا بكم. في البداية يسعدني أن أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى أكتوبر المجيد، شهر العزة وشهر الكرامة ورد الاعتبار. فتحياتي للشعب المصري والأمة العربية بهذه الذكرى العطرة. موضوع حلقة النهاردة إن شاء الله هو امتداد لمجموعة حلقات التثقيف القانوني، وهذه الحلقة متعلقة بقانون من أهم القوانين اللي بتشغل الرأي العام المصري، وهو قانون الإيجارات رقم 6 لسنة 97 وما ورد به من تعديلات خاصة بإيجار الأماكن الغير سكنية. ليه هنتكلم النهاردة التعديلات اللي حصلت وسبب التعديلات الخاصة بالقانون 6 لسنة 97؟ طبعا كان بيسري قانون الإيجارات القديم اللي هو القانون 49 لسنة 77. طبعا هذا القانون فبما ورد به في المادة 29 من القانون الفقرة الثانية صدر أحكام بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 97. هذه الفقرة التي أثارت جدلا كبيرا وتسببت في معاناة على مدى عقود طويلة من الزمن، كان على أثرها قد طعن بعدم دستورية هذه المادة، وبالفعل صدر أحكام بعدم دستورية المادة. ليه صدر أحكام بعدم دستورية المادة؟ هذه المادة كانت تعطي لشركاء المستأجر الاستمرار في العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر. للشركاء لو في عقد إيجار بين مؤجر ومستأجر، هذا المؤجر أو هذا المستأجر إذا كان له شريك آخر ليس طرفا في عقد الإيجار، كانت هذه المادة تعطي للشريك أن يمتد عقد الإيجار بالنسبة له طولة وجوده في الشركة حتى لو المستأجر الأصلي قد توفى. الفقرة الثانية أيضا كان فيها عوار، وهذا العوار طعن عليه بعدم الدستورية، وبالفعل صدر حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار بالنسبة لورثة المستأجر. كان المستأجر إذا توفى كان بيستمر في إيجار العين المؤجرة ورثته وورثته من بعده إلى أن تقوم الساعة. طبعا هذا النص القانوني هو نص جائر تسبب الطعن عليه بعدم الدستورية، بالفعل صدور حكم بعدم الدستورية. من هنا تدخل المشرع في تعديل هذه الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77، وصدر بالفعل القانون الجديد اللي هو رقم 6 لسنة 97 وما ورد به من تعديلات لمعالجة هذا العوار الدستوري. القانون رقم 6 لسنة 97 بخصوص التعديلات بتاعته نص في المادة الأولى منه، المادة الأولى من القانون بتقول يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: فإذا كان العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح
الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناث من قصر وبلة، ويستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنه. ومعنى ذلك أن هذا التعديل الذي ورد بالقانون 6 بالمادة الأولى من القانون 6 لسنة 97 قصر امتداد عقد الإيجار على ورثة المستأجر فقط حتى الدرجة الثانية. بمعنى إذا كان المستأجر نجارا ويستعمل العين المؤجرة في نشاط النجارة ثم توفى المستأجر، هذا العقد يمتد لورثته. ورثته مين؟ قد يكون الأبوين، الأب أو الأم، وقد تكون الزوجة، وقد يكون الأولاد القصر أو بلة، وقد يكون الأولاد قصر أو بلة. في هذه الحالة حتى لو أحد الورثة المذكورين لم يمارس هذا النشاط، يعني واحد نجار وابنه محامي أو ابنه طبيب أو ابنه مهندس، لا، ده هذا القانون أعطاه أن يمارس هذا النشاط وتستمر العلاقة الإيجارية لورثة المستأجر، تستمر العلاقة الإيجارية لورثة المستأجر ولمدة واحدة. يعني أحد الورثة يمارس هذا النشاط، هو مش هيشتغل نجار ولا حاجة، ولكن يجوز له أن يمارس النشاط بمعرفة نائبا عنه، ويجيب نجار ويشغله وتستمر هذه العلاقة الإيجارية. فإذا توفى هؤلاء الورثة انتهى عقد الإيجار وأصبح من حق المؤجر أن يستلم العين المؤجرة ولا يمتد إلى غيره بالنسبة لورثة المستأجر. طيب القانون ده بيشمل إيه؟ هذا القانون اللي هو القانون رقم 6 لسنة 97 والتعديلات الواردة فيه الخاصة بالقانون 49 لسنة 77، هذا القانون بيسري على العين المؤجرة لأنشطة معينة، نشاطا تجاريا أو نشاطا صناعيا أو نشاطا حرفيا أو مهنيا. نشاط تجاري يعني إيه؟ يعني هذه العين المؤجرة إذا مورس فيها نشاطا تجاريا زي عملية البيع والشراء، سوبر ماركت أو محل بيع الأجهزة الكهربائية، هذا القانون يسري على هذا النشاط. طب لو نشاط صناعي، أي تصنيع سواء كان مثلا تصنيع أجهزة كهربائية أو تصنيع حاجات بلاستيكية، يسري القانون على هذا النشاط. طب لو نشاط مهني، هذا النشاط المهني زي مهنة المحاماة أو مهنة الطب، القانون أيضا يسري عليه. طب لو نشاط حرفي، واحد نجار فاتح محل نجارة أو محل سباكة، بيسري عليه هذا القانون. طب لو في نشاط غير الأنشطة الأربعة المذكورين دول، لا يسري عليه التعديلات. طيب لو احنا في مثلا مدارس أو نوادي، هذه المدارس أو النوادي لا يسري عليها التعديل الوارد بهذا القانون. أعزائي المشاهدين، أشكركم لحسن الاستماع في شرح المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97، وإلى ألتقي بكم في حلقة قادمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. مساء الخير أعزائي المشاهدين، معكم الشاعر حسام المتعب بيحييكم. وهو النهاردة أنا عن نفسي مبسوط إنني قاعد قدامكم وبكلمكم، ويا ريت أنال إعجاب حضراتكم. معايا بعض الحاجات كنت أتمنى تتذاع قبل كده بكتير، كتبتها حبا في البلد ديت وحبا، يعني عشق البلد وعشق الجيشي هو اللي خلاني أكتب الحاجات ديت. اكتر من كده كمان انني بعدت فيه عن الكلام اللغه العربيه الصعبه او اللي فيها مثلا مظاهر الجمال فيها، اللي هي عبر تنافر الكلمات، عبر الكلمه تكون صعبه قوي، صعب المشاهد او سامع المستمع يفهمها. مش محتاجين نخش بقى في لوغاريتمات ونخش في توريه وجناس واستعاره، تكون بحدود معقوله. نسمع بعض بنقول ايه بقى بعنوان جيش الفراعنة. جيش مصر قد صار كالنسر الصارم في السحب، جيش صامد قد أبى يرى الأوطان في اللهب، فجيش مصر القوي له تاريخ في الكتب، له ماض وله حاضر وناصره خالق الشهب. تراه في الجبال أسد
يصب نار الغضب، وتراه في الصعاب وتد لا ترهبه نيران الشغب. وفي البحار حوت تخشاه كل الكائنات والشعب، وليشهد رمل الصحاري، وليشهد رمل الصحاري، ومن فر ولاز بالهرب، فهو من عصر الصخور وأسال الدماء للركب، وهو من بحى وشطب وأجهز على المغتصب، وهو من قهر المحال ونقش اسما من ذهب، وهو من ربض الجبال فأصبحت بساتينا من رطب. هو جيش الفراعنة، جيش كل العرب. دوت اتكتبت حبا في الجيش والعمل الجيش في الوقت الأخير اللي احنا عارفينه وشايفينه قدام عيننا كلنا. نتكلم تاني برضه في نفس المعنى وحب لمصر وانتماء. المفروض الإنسان الوطني المصري يكون منتمي لهذا البلد. بقول ايه؟ أنا ابنك يا مصر، أنا ابنك يا مصر، وأنا دمي حر، وأنا المسؤول عنك، وأنا اللي هضمد جرحك وأخفف من وجعك. أنا أفديك بالعمر. أنا ابنك يا مصر، أنا ابنك. هعمر أرضك وهكتر من زرعك وجاهز لأدافع عن أرضك وأسقي عدوك المر. أنا ابنك يا مصر، أنا ابنك حبيبتي، جنبك لو تعبتي، أفرح لو فرحتي وصد عنك الشر. أنا ابنك يا مصر. أنا اللي اتربيت في حضنك، أنا اللي دفيت بشمسك، أنا اللي اتربيت في حضنك وأنا اللي دفيت بشمسك وكبرت من فضلك. أنا اللي شربت من النهر. أنا ابنك يا مصر، أنا ابنك ودمي فاير، وأرفع عليكي ساتر وحلق في سماك طاير، وارفع عليكي ساتر وحلق في سماك طاير ولا النسر. أنا ابنك يا مصر. وأسهر ليكي صباحي ماسك على سلاحي واقف تمام صاحي وأقطع إيد الضر. ما أنا ابنك يا مصر، وهكون ليكي سبب وأخلي صورتك عجب وحول ترابك ذهب وضل في عز الحر. ما أنا ابنك يا مصر، ما أنا المسؤول عنك، أنا اللي هضمد جرحك وأخفف من وجعك. أنا أبنيك العمر، أنا ابنك يا مصر. حاجة تانية يا ريت الوقت كان يسعفني وأقولها، بس حاجة خفيفة يعني هتحبوها إن شاء الله. قولي بقى على الجيش بقى برضه. أسد على الجبل، أسد على الجبل واقف، يهتز الجبل ولا هو خايف. أسد والكل شايف، أسد على الجبل واقف، ضارب بإيد من حديد، واقف صلب وعنيد وعن الظلم عازف. أسد على الجبل واقف، يحميك ربنا يا ابني، يحميك يا حالي أرضي، ومعاك ربنا ناصف. أسد على الجبل واقف، أسد أنت من يومك بطمن أنا في وجودك وتروح مني المخاوف. أسد على الجبل واقف، بطل في الشيخ زويد، بطل وسيد وسيد زي موج البحر جارف. أسد على الجبل واقف، يا جيش مصر يا جامد دايما في الصعاب صامد، وأسد للعدا حازف. أسد على الجبل واقف. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. يا ابن مصر، يا حر ابن حر، يا حر بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. كمل مشوارك دي السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمانة عارفك